الخير على حضراتكم. بنلتقي الآن على قناة المنير الفضائية تحت برنامج انكسر الفخ فانطلقنا، والنهاردة بنتكلم في الحلقة رقم 35 من ضمن قوانين إدارة الصراعات في العلاقات. الحقيقة بنتكلم عن الغفران، والغفران مهم جدا. ألف ب زواج يعني غفران، وألف ب علاقات يعني غفران. الحقيقة والاحتكاكات بيبقى فيها ضعفات، فمحتاجين ان احنا عشان نتعلم من بعض ونغفر لبعض مهم جدا عشان احنا نتطور وننضج وننمو في العلاقات. الغفران الحقيقة مش معناته ان انا موافق على اللي حصل او موافق على اللي صدر منا، لكن انا محتاجة ان انا اغفر بعد الاعتذار. يعني انا لما بتكلم، انا لما بروح اتعاتب في الاول، واتعاتب وانا ناوي اغفر سواء اللي قدامي اعتذر او ما اعتذرش، لان الغفران ده مفيد ليا انا قبل ما يكون مفيد للاخر. يعني كان مفيد ليا انا 90%، مفيد للاخر 10%. فالحقيقة وانا رايحة اتعاتب انا مقرر بيني وبين نفسي ان انا هغفر له، لكن السلوك اللي بعد الغفران هو هيتوقف على اعتذاره او عدم اعتذاره. بمعنى انا لما بروح اتكلم عن الغفران بوصف الموقف بالظبط. الحقيقة صاحبتي انا بحبك جدا وبحترمك وبقدرك، بس حصل موقف كده خلاني شوية اتضايقت. انا كنت بتكلم معاكي وكنت بتتكلمي معايا، وفجأة ظهر لك تليفون، جالك تليفون، فبعدتي وقعدت تتكلمي في التليفون حتى مفكرتيش تستأذني، وانتظرتك بعد ما تخلصي التليفون انك تيجي ونكمل كلامنا او تقولي لي انك ماشية، لكن فجأة لقيتك خدتي التليفون ومشيتي وما اتكلمتيش معايا او بررتي ليه ده حصل. فالحقيقة الموقف ده حسسني ان انا مهملة، حسيت بقى المشاعر، حسيت ان انا مهملة جدا منك وان انا صغيرة قوي في عينيكي، وده بيخليني جاتني فكرة ان انا مش صديقة حميمة ليكي ومش مقدرة منك. فالحقيقة الموقف زعلني، واتمنى في المرات القادمة، انا منتظرة في المرات القادمة انك تحسي بوجودي وانك تحترميني، وما ده ما يتكررش تاني لانه بيؤلمني. اذا الاخر اللي انا بعاتبه ادرك الموقف وحس تعاطف معايا وقال لي انا مقدر كل اللي انت بتقوليه وحاسه بكل الوجع اللي انا سببتهولك وانا بعتذر عنه، وكلمه بعتذر عنه يعني انا متاسف ان انا سببت لك كل الالم دوت، ونفسي استرضيكي، قولي لي اعمل لك ايه علشان استرضيكي، وهشتغل على نفسي ان اخد بالي ما كررش الوجع ده تاني ليكي، لان انت مهمه وعلاقتنا مهمه وانا بحبك وبحترمك جدا. في الحاله ديت العلاقه بترجع كما كانت، بنفس القدر، بنفس القيمه، بنفس التواصل، لان الاخر بسرعه ادرك الخطا وناوي انه يشتغل على الضعفه دي وما يكررهاش تاني. لكن اذا الاخر لم يعتذر واعتبر ان ده حاجه عاديه جدا، في الحاله ديت انا هتعامل مع الاخر، بس هظبط التوقعات بتاعتي منه وهظبط العلاقه في حدود اللي هو قادر يدهوني فقط. يعني قادر يحترمني في الجزئيه دي فقط، فانا هتعامل معاه في الجزئيه دي، لكن عنده الضعفات ديت هتأثر عليا وتأذيني، أنا مش هتعامل معاه في المنطقة دي. فأنا بحدد العلاقة بناء على الآخر ونضجه وقبول العتاب والاعتذار، وبظبط توقعاتي من الآخر بناء على نضجه وقبوله للعتاب والاعتذار. لكن إذا الآخر تجاهل الأمر، قال آسف وكرر وآسف وكرر، وأصبحت دي أسلوب حياة عنده إنه يقول آسف ويكرر الخطأ، آسف ويكرر الخطأ، في الحالة دي أنا مش مضطرية إن أنا أبقى في العلاقة المؤذية، وخصوصا إن كان فيها إهانات وضرب وشتيمة وفي خيانة وفي غدر متواصل وخيانة متواصلة
ففي الامر ده انا مش مضطره للعلاقه دي. فالحقيقه انا باخد جنب وبعتزل نفسيا، لكن انا ما زلت بصلي للاخر، ما زلت بتمنى له الخير. انا مش معنى ان انا اخدت جنب شويه يبقى انا بتمنى الشر ليه او عايزه انتقم منه، لا لا لا. فاكرين ابراهيم لما قال للوط اعتذر عني، لما رعاة ابراهيم اتخانقوا مع رعاة لوط بسبب المرعى، فراح ابراهيم قال له اعتذر عني اننا اخوان، ما يصحش ان احنا نتخانق، ما يصحش ان يبقى منظرنا كده وسط الناس، انا بحبك وانا عمك وانت اعتذر عني، اختار المكان اللي تختاره. اخترت انت شمال انا هروح جنوب، اخترت غرب انا هروح شرق، واعتذر عنه. لكن في يوم من الايام لما سمع ان ابراهيم ان لوط مسبي وراحوا 4 ملوك انتصروا على 5 ملوك وخدوا لوط وكل عشيرته وكل املاكه، بسرعه راح، ما قالش لا، ما يعني ما كانش فيه موقف حزازيه بينه وبين ابراهيم. بسرعه خد 318 من ولدان بيته، من الشباب الحسان اللي عنده، وراح حارب ال4 ملوك وانتصر عليهم واسترد لوط وكل املاكه. النقطة الثانية لما لوط رجع فقال كويس، لوط هيرجع ويقعد معايا ويبقى سند وظهري، انا ما عنديش عيال وده ابن اخويا اتعكز عليه في كبري. بسرعة راح لوط واخد كل املاكه وكل عشيرته وراح تاني في سدوم وعمورة. ولما الله راح في الزيارة لإبراهيم وقال له أنا هحرق سدوم وعمورة لأن شرها زاد جدا، الشر زاد جدا وأصبحوا ناس أشرار جدا، فابتدى يحنن قلب الرب عشان خاطر لوط. فابتدى يقول له طب يا رب من فضلك، يعني انت ديان كل الارض وانا ما استاهلش ان انا اتكلم معاك، بس عشان خاطر اذا لقيت فيها 50 كويسين وماشيين بالحق وماشيين عدل تعفو عن المدينه. قال له ماشي. طب اذا لقيت 40 يا رب ماشي، لقيت 20 ماشي، لقيت 10 ماشي. وابراهيم توقع ان لوط يكون اثر في مراته واثر في عياله وجواز بناته، ويبقى كده حصل على 10 افراد ماشيين بحسب الحق الكتابي، والله ينقذ سدوم وعمورة بسببهم. لكن الحقيقة ما كانش حتى في 10 افراد. لكن هنا المشكلة، القضية هنا ان ابراهيم غافر للوط، ولما لقاه في موقف هو محتاج فيه للمعونة والمساعدة راح يساعده. فإذا الآخر بيأذيني وأنا انقطعت عن العلاقة معه والتواصل معاه وحجمت العلاقة، ده مش معناته ان انا كاره الاخر، مش معناته ان انا بنتقم من الاخر، مش معناته ان انا بتمنى له الشر، لكن الحقيقة انا بحمي نفسي من الاذى، وده هو العتاب. طيب من ضمن القوانين لا للنقد الدائم في الزواج. احنا بنفتكر ان النقد الدائم انا لما انقد الضعفات او مال على بطال وكده انا بحفز الاخر انه يشتغل على هذه الضعفات ويبتدي يشتغل عليها ويطور منها. لكن الحقيقة النقد الدائم للآخر ده بيسبب إهانة للآخر، بالتالي بيسبب عند الآخر، وكأني عاملة فوكس على الضعفات. لكن إدارة العلاقات الصحيحة والتحدي واستراعات عشان أعرف أديرها بطريقة صحيحة، أنا مش عامل فوكس على الضعفات، أنا مش طول النهار شايف الضعفات وبتكلم عنها، لكن أنا دايما بعمل فوكس على الإيجابيات، ومن آن لآخر بقول أنا اتوجعت من الحتة دي، مش أنت عندك الحتة دي، لكن أنا اتوجعت من طريقة الكلام دي، أنا اتوجعت. يعني تصوروا يعني الزوج كان دايما يقول ليه عملتي كده، ليه نقلتي دي، ليه خدت القرار دوت، ليه قلت الكلام دوت. الزوجة ديت كانت عندها مثلا ضعف انها طالعة في أسرة البابا والماما كان دايما بيقولوا لها ليه 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 طول الوقت، وكأنها في موضع اتهام دائم وإدانة دائمة.
فالكلمة دي كانت عاملة لها كلكيعة جواها، أول ما بتسمعها الحقيقة بتضطرب بتهنج. فقالت له من فضلك مش عايزة أسمع الكلمة دي في بيتي خالص، قولي قصدك إيه لما عملت كده، قصدك إيه لما قلت كده. لكن كلمة ليه نفسها بتتعبني. فالنقد الدائم للآخر ده هدم للآخر وهدم للعلاقة. لكن الحقيقة أقول عن اللي وجعني من آن لآخر، لكن دايما عامل فوكس. ودايما الكلمات الحلوة عارفين زي ما تكون إيه، زي ما تكون الحبل، الكلمات الطيبة زي ما تكون الحبل اللي بتربط فصوص اللؤلؤ في العلاقة. وكأن العلاقة الزوجية فصوص من اللؤلؤ، والكلمات الطيبة بتربطها وتعمل منها عقد جميل. فالكلمات الطيبة وعدم النقد الدائم ده مهم جدا. إيانا والصمت العقابي، مش معنى إن أنا حصل سوء تفاهم بيني وبين الصديقة أو بيني وبين شريك الحياة إن أنا آخد جنب بالشهور، بالأسابيع والأيام والشهور ما اتكلمش معاه، أو الصمت العقابي. فالحقيقة إن أنا هاخد جنب وهشوف حياة موازية، والصديقة تاخد جنب وتشوف حياة موازية، أو شريك الحياة ياخد جنب ويشوف حياة موازية، ونبقى عايشين مع بعض تحت سقف واحد، بس كل واحد ليه حياته. ده مش وضع صحيح. لكن لما يبقى في سوء تفاهم بنقعد ونتكلم، نتفق على ميعاد، نكون فيه مرتاحين نفسيا، يكون الوقت مناسب لينا، ونقعد نتكلم. ولما نتكلم نسمع بعض للآخر. ولما حد يتكلم عن وجع أعيد وراه الجمل اللي هو قالها، وأفهمه إن مشاعره وأحاسيسه في الموقف ده وصلتني صح. الحقيقة إدارة الصراعات والتحديات في العلاقات أمر مهم جدا عشان ننجح الحياة وننجح العلاقات. ولسه الحلقات مستمرة معانا في إدارة هذه التحديات. الله معكم، نراكم في حلقة مقبلة.